بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكو مثل ولو احس باشكال شوي، ولكن هذا وقته. يقولون الله يخلق ومحمد يبتلي. سبحان الله. هسه حاليا ذيك الدول تذب بهاي الحثايل، هاي الزبايل اجلكم الله على العراق، ومختل الصدر حفظه الله ورعاه يبتلي بهذه المجموعات التافهه، الذيول يبتلي بها سماحه السيد مختل الصدر. واحد يقول له اذا ما عجبك العراق، يقول له سماحه السيد روح لغير دوله، ما مجبور ضد العراق. ولك مختل الصدر اول ما انولد وعاش هو في العراق، ما طلع خارج العراق، وانت قضيت حياتك دايح بذيك الدول، حصل عليك لقمه تاكلها، ومن سقط ذاك الملعون جيت للعراق وعشت بخيرات العراق. سبحان الله. ومن يسألونك إذا صارت حرب بين العراق والدولة الفلانية، والله دي ما نصير وين الدولة الفلانية، من عبنك ديل وتعبان. الله وكيلك ديل وتعبان، لو ما ديل ما تحكي هذه الحكاية. يعني بشرفك تصير ضد العراق وانت عايش بخير العراق؟ والله انا من الدوله ما اعطيك راتب، هذا الراتب حرام اللي تاخذه. روح اطلع ذيك الدوله، اذا انت تحب ذيك الدوله ورايد ذيك الدوله وتضحي على مود ذيك الدوله، بعد ايش عندك تروح بالعراق وتمتمت 24 ساعه وتهرج على المواقع التواصل؟ الله ما أدري. والله المفروض من الدوله احاسب كل دين مثل هذه الديول، احاسبه وذبه بالسجن على مود يتأدب